وإلا فلا طول في الحقيقة حينما يعيش الإنسان الحياة بمقاييس الموت، حينما تفارق الأرواح الأبدان ويرى الإنسان حقائق الأكوان مجردة عن الزمان وعن الحجب والوسائط المادية، يراها معاينة يعيشها حقيقة. وهي أيضا بمنطق آخر تدل فعلا على أن الزمن كلما امتد إلى المستقبل كلما اقترب أكثر وأكثر من نهايته. نعود بالحساب ديال الأرض، ملي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثت الساعة كهاتين، يعني أنا والساعة بحال هادو الصباح هادو ملاقيين ما بقى والو، وعبر على عمر ديال الأمة الإسلامية كلها من بعد سيدنا محمد إلى آخر ما يكون كوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس. البشرية عاشت من الفجر حتى الظهر حتى العصر عبر جميع الأنبياء من سيدنا آدم حتى العصر ديال سيدنا محمد، وشد عليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأمته من العصر إلى غروب الشمس. فانظروا كم يكون من الوقت، واخا الوقت ديال الصيف. علاش؟ لأنه معروف على المستوى النفسي، والزمن راه نفسي. أنا نشرح هذا الكلام. الزمان إحساس نفسي أكثر مما هو إحساس يعني وقتي، سواء كان الصيف ولا كان الشتاء كما بغى يكون الوقت. غير كيفوت العصر يعني الزمن كيقوت الحدوره. كتقدر مثلا تكون يعني نفرضوا مثلا يعني وقت ما بين العصري والمغربي في بعض الأحوال يقدر يكون هو وقت ما بين الظهري والعصري. فإحساس الإنسان إحساس النفسي بزمان ما بين الظهر والعصر ليس كإحساسه بزمان ما بين العصر والمغرب. يعني احنا ملي كنكونوا في ديك اللحظة ديال مور الظهر وغاديين لاتجاه العصر كنحسوا بواحد النوع من الاستقرار في الزمن، نوع من الثبات، بحال الوقت ما كيتحركش. كتعيش اللحظة يعني بنوعين من الثبات وبنوعين من الإدراك للأشياء حولك بقوة وبعمق، على أن كأنها ثابتة. بل زمان ما بعد الفجر وأيضا زمان ما بعد شروق الشمس كيعطيك إحساس ديال طويل الوقت، بينما زمان ما بعد العصر وقد يكون ممتدا في الصيف في الأيام الطويلة، قد يكون ممتد يمكن مجبد مزيان، مع ذلك كنحسوش به مزيان لأن كنحسوا بأن قبطنا الحدودة. نشعر بقرب فناء النهار ولا نشعر بالثبات النفسي. يعني ما كتحسش بلي راك لما كدير شغلك وكتقضي المصالح ديالك بلي راك زعما في واحد اللحظه اللي هي مستقره وكل شيء شاد، لا، كتشعر بنوعين من الهلع. عندها يمشي عليك الحال، هذه غادي تفلت لك، هاد المؤسسه غادي تسد، هذه غتوقع، يعني عندك واحد الاحساس بالتفلت، الاشياء كتطرك من بين يديك رغم انه الوقت هو الوقت. كيتسمى الزمن النفسي. ممكن نعطي واحد المثال اخر باش يزيد يتضح مزيان الزمن النفسي. لما كتكون في واحد اللحظه يعني ما عجبكش الحال، بحال الانسان خدام واحد الخدمه او مكلف بواحد المهمه ومقنطاه متقل عليه، ما كيبغي يدوز الوقت. تلقى الانسان كل مره يشوف عقرب الساعه، كيشوف ذاك عقرب الساعه الموري ديال الساعه باقي بلاصتو ما كيتحركش، هو كيتحرك. علاش؟ لانه هو نفسيا ضايق باللحظه ديالو، ما عجبوش الشغل ديالو، ما عجبوش الخدمه ديالو، خصو يتفك من هذاك الخدمه ومن هذاك العمل، رغم انه تقدر تكون غير نص ساعه وتجي بحال عام. لكن اللحظه اللي كتكون انت جالس فيها في واحد اللحظه ديال السعاده والفرح بزياره قريب او حبيب او اي شيء، يعني اسره مجموعه كذا، واحد العطله اللي مجموع فيها الشمل كذا، يلاه بدات يلاه كملت، رغم انها ماشي نص ساعه، تقدر تكون 10 ايام وما كتحس بها مشات. فالشعور بالزمن نسبي ونفسي. ملي كتكون مثلا تنتظر شي واحد في القطار خصو يجي، ما كيبغي يوصل ذاك القطار مع انه راه عنده وقته المحدد، نفرضوا ما عنده شيء تاخر، لا، غيجي في الوقت ديالو المحدد،
ومع ذلك باقي 4 ساعات أو نص ساعة ما كدوز ديك 4 ساعات إلا بشق الأنفس كتحس بالزمن طويل ما كيبغي يتحرك. هذا الشيء كله مرتبط بالجانب النفسي. ولذلك الذي يغتر بالزمن لا يفهم معنى الزمن ولا يفهم معنى حقيقة الوجود والكون. والله سبحانه وتعالى فوق هذه المعاني جميعا. فلذلك التعبير بالماضي يحسم هذه الأشياء، كيحيد لك كل هذه الهواجس النفسية ديال مازال بالتي سوف الساعة، كل هذه الأشياء التي قد تكون مداخل للشيطان. الشيطان كيدخل لبنادم كيقول له مازال القيامة، مازال ما تقومش القيامة، ومازال خصني نزل عيسى ومازال المهدي ومازال، ولكن قيامتي وقيامتك ما عندها علاقة لا بالمهدي ولا بعيسى ولا. ثم وما يدريك بزمان المهدي وزمان عيسى ووقوع الحوادث الكبار، ما يدريك أن يقع ذلك بشكل متقارب متسارع في بضعة أعوام أو أشهر، ما يدريك قريبة. لا تقول حتى يظهر كذا، وقع في الحديث كذا حتى يظهر، وما يدريك أنه يكون غدا. فكل ذلك إذن الله جل وعلا يقطع هواجسه ومداخله الشيطانية، لأن الشيطان كيلعب بهذيك الأمور ويعطي الإنسان واحد الأمل بعيد ويغرقه في المصائب. ولذلك كتبقى تعجب يعني كتلقى شي ناس يعني تقدم به العمر، قطع أشواطا من كهولته ودخل في شيخوخته أو حتى في هرمه، ولا يزال سامدا كما عبر الله جل وعلا في كتابه وأنتم سامدون. ما زال لاهم عرسته، ما زال يتصابى كالصبيان وهو طاعن في خريف عمره. من أشد الأشياء اللي مغمضة لعينه هذا الأمل الكاذب، حيث إنه يتوهم أنه يعيش خارج الزمان وخارج علاماته، وإن هو إلا ذرة داخل ساعة الكون الكبرى، فتعماه والعياذ بالله بصيرته. وذلك من ألطف الأشياء ومن أشدها على النفس في القرآن الكريم التنبيه إلى الزمن. إذا قريت القرآن الكريم من البداية حتى النهاية فيه الحضور ديال الزمن واحد شكل كبير جدا. كيف يعني حضور الزمن؟ تنبيه الله تعالى في آيات متعددات ينبهنا لضرورة أن نعيش أزمنتنا. كيف نعيش أزمنتنا؟ يعني أن نحياها بتذوق وبإحساس. عندك يمشي يدوز عليك النهار وخو وما تشعرش بلي راه كتشرق الشمس وكتغيب الشمس. راه فعلا من بلادة الإحساس عند الإنسان أن يغيب عنه أن الشمس تشرق وتغرب. ما معنى هذا؟ يعني كتشرق شمس وتغيب الشمس وتشرق، هذه راه العمر ديالي وديالك، أعمارنا تنصرم. ساعة الكون تحدد آجالنا بما حدد الله لها، وهذا أمر يعني رهيب جدا. فكيف يمر دون تأمل؟ كيف يمر عليك دون اعتبار وهو قوي الدلالة واضح شديد الوضوح؟ شي حاجة اللي كتدوز ما بيناش، لا شرقت الشمس ما كيسيق لها حد الخبر، ضوء قوي جدا يكاد يحرق الكون، وإذا غربت ما يسيق لها حد الخبر، بالعكس لحظة قاتمة رهيبة شبه ما تكون بموت الكون وموت الإنسان تحدث إذا تغرب الشمس. ولما تغرب سواء كنت في المدينة ولا في البادية، السقف تحت السقف غروب الشمس يعني لا شيء يعني لا يغيب عن الإنسان. يمكن حوادث أخرى لو كنت في الدار ما تسيق لها الخبر، سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب جدا عجيب جدا. لو ترك أمر إضاءة الكون للإنسان لما استطاع أن يضيء منه ولو جزءا ضئيلا، سبحان الله العظيم. الليل من اللي ربي تعالى كيأذن بالضوء للكون كيشرق عليه الشمس، سبحان الله العظيم، وتنتشر الشمس في كل مكان في كل مكان. وفرق كبير بين يعني وخرج يعني في